أين اختفت ضحى أمير صاحبة الدور الشهير وآخر ظهور لها بعد 70 عام من الفيلم؟ ولدت ضحى أمير عام 1946 بالإسكندرية لأب مصري وأم أرمينية. تم اختيارها وهي في عمر الثامنة عام 1954 لدور الطفلة سميرة في فيلم حياة أو موت، التي تذهب لشراء الدواء لإنقاذ والدها أحمد إبراهيم، ولكن يتم صرف الدواء الخطأ، ورغم ذلك يتم إنقاذ الأب في آخر لحظة عن طريق تنبيه الإذاعة أن الدواء فيه سم قاتل. بعد هذا الدور قدمت ضحى أدوار قليلة، منها دور إنجي وهي صغيرة في فيلم رد قلبي عام 1957، وكان آخر أدوارها عام 1962 في فيلم جمعية قتل الزوجات، وكانت في عمر السادسة عشر لتعتزل بعد ذلك الفن نهائيا وتستقر بالإسكندرية وتتزوج وتنجب. كان آخر ظهور لها في عام 2022 في أحد اللقاءات، وكانت في عمر السادسة والسبعين، وقد صار لديها أبناء وأحفاد، وقد أمسكت بيديها نفس الزجاجة التي كانت في الفيلم.